ضمن دوري النخبة العراقي بكرة القدم تقابل فريق نادي الرمادي بالملابس البيضاء مع فريق سامراء ذات اللون الأحمر. بدأ شوط المباراة الأول قويا بين الفريقين مع أرجحية واضحة لفريق نادي الرمادي الذي شكل خطورة على فريق سامراء في أغلب دقائق شوط المباراة الأول من خلال التسديدات الكثيرة على المرمى السامرائي. ومن ناحيتهم فإن لاعبي سامراء قد شكلوا بعضا من الخطورة على مرمى فريق الرمادي، لكنهم لم يحسنوا التصويب بالهدف لينتهي الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين ومن دون أهداف. بداية الشوط الثاني للمباراة كانت بنفس مستوى الشوط الأول، حيث تبادل الفريقان الهجمات الخطرة وكل فريق يريد أن يحرز هدف السبق الأول، وهذا الأمر تحقق لفريق الرمادي حين رفع المخضرم عامر مشرف كرة وعلى طبق من ذهب لتجد رأس المتألق عمار أحمد ليسجل هدف الرمادي الأول بالدقيقة 25. بعد هذا الهدف بدأ اللعب سجالا بين الفريقين، وشكل اللاعب محمد كلف خطورة على مرمى فريق الرمادي، واستطاع بالدقيقة 40 من زمن الشوط الثاني أن يسجل هدف التعادل لسامراء نتيجة ارتباك واضح من مدافعي فريق الرمادي. وفي الوقت بدل الضائع من عمر المباراة يسجل المخضرم عامر مشرف هدفا ألغاه حكم المباراة بداعي التسلل بإشارة من مراقب الخط، والذي أحدث إرباكا بتكملة المباراة نتيجة لاعتراض لاعبي الرمادي ومدربهم والهيئة الإدارية. وكادت المباراة أن تأخذ طابع الذي لا يحمد عقباه لولا تدخل المسؤولين، حيث انتهت المباراة بالتعادل بين الفريقين بهدف لكل منهما. يقول الحالة حجب اللاعب الرؤية عن الحارس. ها وينكم كرة القدم؟ لا تدخل اللاعب ولا له علاقة، كرة من خارج الجزاء صار الهدف. منين يجي التدخل ومنين عجب الرؤية؟ أعتقد بوجهة نظري الشخصية هدف لا غبار عليه، لأن الهدف جاء من ضربة من بعيد. القانون يسمح بأنه اللاعب حتى إذا كان متسللا ولم يتدخل في تغيير مسار الكرة فلذلك تحتسب الكرة هدف. احنا هسه من خلال هذه المباراة وأقبل بشهادة مشرف المباراة الأستاذ حازم، إذا الأستاذ حازم صرح وقال هذا الهدف مشكوك بصحته، احنا كجماهير الرمادي وأهل الأنبار نوافق عليه. بذلك